والسلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا وهي الصدقة الجارية. والمقصود بالصدقة الجارية إن حاجة بتتصدق بيها وهذا الأصل بيفضل باقي. اتصدقت ببيت صدقة جارية أو بأرض هو باقي ما بيتباعش، لكن العائد منه والمكسب اللي بيطلع منه بيوزع على الفقراء، فأنت بتاخد الأجر ويستمر هذا الأجر حتى بعد وفاتك. هحكي لكم قصة لطيفة جدا عن الصدقة الجارية، بس لو سمحت الأول اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. القصة بتقول إن كان في واحد تركي ماشي في السوق من حوالي 200 سنة، اشترى موز وبعته البيت مع الخادم. رجع آخر اليوم بيقول لزوجته هاتي حاجة من الموز اللي أنا اشتريته. قالت له الولاد أكلوه. الراجل لبس هدومه ونزل وغاب غيبته. بعد ما رجع زوجته بتسأله انت كنت فين؟ قال لها انا جبت الموز وانتوا نسيتوا تحشولي، يعني وانا على وش الدنيا نسيتوني. امال لما اموت هتعملوا ايه؟ هل هتفتكروا تتصدقوا عليا؟ فانا اشتريت ارض واتفقت مع مقاول انه يبني مسجد، وفعلا بني هذا المسجد وسمي كأني اكلت الموز. والصدقة الجارية وردت في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاحنا عايزين كلنا إن شاء الله نتذكر نفسنا وإحنا على وش الدنيا، شيء من عائد شقانا وتعبنا ومن مالنا هنضعه صدقة جارية. حتى لو انت دخلك مش كبير شارك في بناء مسجد او في بناء مستوصف، او حط كراسي متحركة في مستشفى يستفيد منها المرضى، او مصاحف في مسجد حتى لو مصحف واحد فكل الناس ما قرأوا فيه تاخد الأجر. موضوع الصدقة الجارية ده كان موجود زمان في شكل الوقف، ولحد دلوقتي في حديقة بتاعت عثمان بن عفان ما زالت موجودة وليها حساب في البنك. يعني شوف هو مات من أكثر من 1300 سنة أو 1400 سنة وما زال الوقف مستمر والأجر يصله في قبره بإذن الله. متشكرة جدا، وإلى أن نلتقي في وجه آخر من أوجه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.